وقبل ما نبدأ فيلمنا تعالوا مع بعضينا نصلي على النبي، وكمان متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وعلشان وجودكم طبعا بيفرق معايا كتير فياريت تكونوا مفعلين الجرس علشان اي ملخص جديد انزله يوصل لكم الاشعار على طول. وجايبه لكم النهارده بقى فيلم مزيج من الاكشن والرومانسيه، وعايزه اقول لكم بقى ان فيلمنا النهارده رومانسيه من الدرجه الاولى، يعني حاجه كده فاخر من الاخر. وقبل ما ابدا فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدا معانا مع بالو، وكان لابس هنا لبس فرحه، وبيدخل المطعم ده وقعد يسكر، والناس اللي كانت فيه كانت مستغربه قوي ليه الشخص ده ساب فرحه وجاي هنا المطعم علشان يسكر. طب علشان نعرف ايه اللي حصل لبالو ركزوا معايا شويه وانتوا هتعرفوا ايه اللي حصل له بالظبط. وبيدخل بالو المطعم ده وبيشرب كاس هنا، ولما بيجي يمشي هنا بيسمع ساعتها شخصين هنا كانوا قاعدين يتحاسبوا على الحساب بتاعهم، وكانوا بيحاسبوا الفلوس هنا غلط. فرد بالو هنا عليهم وقعد يحسب لهم هنا ويضرب من غير اي آلة حاسبة واداهم الناتج صح. فالراجل ساعتها انبهر قوي، حتى الويتر انبهر بيه جدا، وخدوا باله هنا وقعدوه. وقال المحاسب هنا لبالو احكي لنا بقى حكايتك ايه بالظبط، وايه اللي جابك هنا وانت لابس بدلة الفرح دي. فبيشرب بالو هنا وقال لهم ان هو عبقري جدا، وكان دايما بيتكرم هنا لانه كان دايما بيطلع الاول، وصوره كمان متعلقه على كل الاعلانات. وبيقول بالو ان حظه كان تمام قوي لحد ما جت بنت وهي اللي بوظت حظه. وبيحكي بالو هنا اليوم ده ان ابوه راح يستقبلها من محطه القطر، والبنت دي بتكون بنت عم بالو، وجت المدينه اللي فيها بالو علشان تدرس، وكانت اسمها مها. ومها كانت راكبه هنا ساعتها التاكسي مع عمها، وكانت مبهوره قوي بصوره بالو لانها شافتها على الاعلان. ومها بتيجي هنا وبتعيش في بيت بالو علشان هتدرس في نفس الجامعه والكليه اللي كان بيدرس فيها بالو، وكمان هتسكن هنا في نفس الاوضه اللي بيعيش فيها بالو. والخادم بتاع البيت اخد مها هنا ووصلها للاوضه وفهمها ان ما ينفعش تطلع الدور التاني لان الدور ده بتاع بالو. بس مها ما سمعتش الكلام طبعا وطلعت الدور التاني، ولقيت اطفال هنا قاعده بتذاكر وبتسالهم انتوا مين. فبيقولوا لها ساعتها انهم في يوم كانوا بيلعبوا الكريكت، والكوره هنا دخلت الاوضه بتاعت بالو، فراح علشان يجيبوا الكوره. فسالهم بالو ساعتها 2 في 2 بكام، فقالوا 5. فخلاهم يقعدوا هنا يذاكروا واهاليهم هنا، وطبعا عشان اهالي الاولاد دولت عارفين بالو وكمان جيران سابوهم هنا عنده، وفرحوا قوي ان هو اللي هيذاكر لاولادهم لانهم عارفين ان هو عبقري. وبتفرح معاها قوي بالاوضه بتاعت بالو، وبتحاول تلمس حاجات بتاعت بالو هنا، لكن الاطفال ساعتها بينبهوها ان بالو بيعرف لو حد لمس اي حاجه، فبتمسح معاها هنا علامه الزائد علشان تعرف بالو هيعرف ان حد داخل اوضته ولا لا. وبيسالها الاطفال هي مين، فبتقول لهم ساعتها ان هي اسمها مها بنت عم بالو. وبيجي بالو هنا وبيقول ان في حد داخل اوضتي مين، فبترد مها هنا على بالو وبتقول له انا اللي دخلت اوضتك. وبتدلعه ساعتها هنا وبتقول له يا بافا، لانهم هم صغيرين كانت دايما بتدلعه بالاسم ده. وبتحاول مها هنا تكلمه، لكن بالو ساعتها ما كانتش معبره خالص. وبيسالها انت جبتي كام، فبتقول له ان هي جابت 55%. فبيقول لها ساعتها ان هو جاب هنا 95%. وبيبص لها ساعتها بقرف وبيسيبها وبيمشي علشان ما كانش فاضي، وجدول مواعيده كلها كانت للمذاكره وبس. وبتيجي معاها هنا وبتاكل فراخ في الغداء، بس الاطفال ساعتها بيمنعوها، فبتقول لهم ان النهارده مش السبت علشان ما تاكلش فراخ. فبيقولوا للاطفال ان بالو ده نباتي ومش بيحب الفراخ ولا حتى اللحوم. وبيجي بالو هنا وبيتغدى معاه، وبتكون بقى خايفه منه قوي، لكن كان متعود هنا قبل ما ياكل كان بيقعد هنا وبيسمع الاطفال جدول الضرب قبل ما ياكلوا. ولان مها كان نفسها في الفراخ قوي بتقعد تاكل فراخ هنا من غير ما بالو ياخد باله، بس بالو هنا بيشوفها وبيزعق لها ساعتها لان اكل الفراخ بيخلي المخ تخين، وكمان بيخلي الشخص غبي. وبيعرف الاطفال انهم لازم يكونوا نباتيين علشان يكون عقلهم هنا عبقري زيه. وبيخلي بالو الخادم بتاع البيت ياخد الفراخ هنا من قدام مها، وتاني يوم بياخد بالو هنا مها مع الكليه لانها ما كانتش عارفه الطريق، لكن بيجي في نص الطريق هنا وبينزلها عند محطه الاتوبيس لانه ما كانش بيحب هنا يركب معاه الاغبياء. وبتروح معاه هنا الجامعه، وبتلاقي كل الطلاب هنا بيحتفلوا ببالو لانه كان اذكى طالب هنا بالنسبه ليهم، وكانوا بيعتبروه هو البطل اللي بياخدوا منه الملاحظات. وبيبقى بالو هنا
فرحان قوي بالمكانة دي، وبتطلع ساعتها نتائج الامتحانات، وبيروح طالب هنا بيبلغ بالو بالنتيجة، فبيسأله بالو هنا مين اللي طلع التاني، فبيقول له الطالب ده صاحبنا ايجيت، لان بالو هنا واثق ان هو دايما هيطلع الاول، ودايما اللي كان بياخد المركز التاني هو اللي كان بيعزم هنا اصحابه على المشاريب، فبيعزم هنا ايجيت عليهم. وبيجي مدير الجامعة هنا وبيطلق اسم بالو هنا على مبنى في الجامعة لانه كان اذكى طالب هنا في الجامعة، وبيبقى المدير نفسه هنا بالو يجيب مركز تاني علشان بالو هنا يعزمه. وبتيجي مها هنا وبتبارك ساعتها لبالو، وبتقول لو كنت طلعت الاول زيك كنت اخلي الكل يقول لي هي دي مها. فقال لها بالو يبقى انت بتحلمي لان ده عمره ما هيحصل. وبيستنى بالو هنا مها في موقف الاتوبيس، وبتكون في رسالة هنا جاية من معجبة لبالو، فبتقراها هنا مها لبالو، وبتلاقي ان كلها معاكسات، وبيكون بالو هنا مغرور بنفسه قوي. وفي البيت بتكون الاطفال هنا قاعدة بتغسل الموتوسيكل بتاع بالو، وزهقانين قوي من معاملة بالو ليهم، وكان بيعملهم زي العبيد بالظبط. ومها بتكون قاعدة هنا وكان وراها امتحان بكرة ومحتاجة الكمبيوتر هنا علشان يحللها مسألة، فبيقول لها الأطفال إن اللي بيمسك الكمبيوتر ده لازم يكون بيطلع الأول، بس الأطفال هنا قالوا لها هنساعدك، وبياخدوها لبالو هنا علشان يستأذنوه إن هم ياخدوا الكمبيوتر، لكن بالو هنا بيزعق لهم، والأطفال ساعتها بتطلع تجري وبتستخبى، وبالو هنا بيحل المسألة ساعتها اللي كانت محتاجاها هنا مها من غير أي كمبيوتر، لأن الولد ده بيكون دماغه فعلا كمبيوتر. وفي الامتحان هنا بتعيط مها لانها معرفتش تحل، وبتسيب الامتحان هنا وبتمشي، وبترجع على البيت تاني وبتفضل تعيط لانها كانت هتسقط هنا في الامتحان. ولما بيرجع بالو البيت بيفضل يهديها هنا، وبيقول لها ما تقلقيش انا هساعدك وهخليكي تعرفي تذاكري كويس جدا. وبينظم بالو هنا لمها الوقت بتاعها كويس قوي، وبيعرفها ان هو لو هيذاكر ساعة هي تذاكر قصادها هنا 5 ساعات، وبتعمل معاها هنا احتفال، وبتدعي الجيران ساعتها علشان يباركولها ان هي خلاص اخيرا هتذاكر يا راجل. وبتبدا مها فعلا تقعد هنا تذاكر طول الوقت، وبتقعد تذاكر كمان اكتر من بالو. وبيجي الامتحان هنا وبتحلي مها كتير قوي، وبتاخد ورق اكتر، وبنرجع لبالو هنا وكان قاعد بيسكر، واصحابه نصهم هنا بيقولوا له ان مها فشلت والنص التاني مها دلوقتي نجحت. فقالوا لهم بالو انا حلمت في يوم ان مها طلعت الاول، فصحيت من النوم هنا وقعدت اضحك ان ازاي حلم زي ده يكون حقيقة. وتاني يوم في الكلية قال بالو هنا الحلم لمها ان هي طلعت الاول، وضحك ساعتها. وجي صاحب بالو هنا وقال لبالو ان النتائج ظهرت، فسألوا بالو هنا مين المركز التاني، فبيقول له انت يا بالو انت اللي واخد المركز التاني، ومها هي اللي واخده المركز الاول. وبيكون بالو هنا مش مصدق خالص لان عمره ما حد جه واخد المركز الاول، وان هو عمره ما كان المركز التاني. والدفعة كلها ساعتها بتروح لبالو هنا علشان يعزمهم، وبيجي لمها هنا جواب غرامي وهم مروحين، فبيتضايق بالو قوي وبيضرب صاحب الجواب. وبيروح البيت هنا وبيكون بالو متضايق قوي ان مها جالها جواب هنا حب وان هي كمان طلعت الاول. وفي العشاء هنا بيجي بالو وبيسأل الاطفال على جدول الضرب، فما حدش بيرد عليه لانه طبعا ما طلعش المركز الاول زي كل مره. وبيكون العشاء هنا فراخ، فبيتعصب بالو هنا وبيروح يقعد هنا على الكمبيوتر، وبيكون في كلمة سر هنا على الكمبيوتر. وبيسأل بالو هنا ابوه مين اللي عمل كلمة السر على الكمبيوتر ده، فابوه بالو هنا بيقول له انت قايل اللي بيطلع الاول بياخد الكمبيوتر، وما هي اللي خدت الكمبيوتر. وبيرجع بالو للكمبيوتر تاني، وبيحاول ساعتها يتوقع هنا كلمة السر ايه لكن مش بيعرف. وفي الجامعة هنا بتبدأ الطلاب كلهم بالاحتفالات هنا، وبيحتفلوا ساعتها بمها علشان هي تفوقت. وفي الجامعة هنا بتبدأ الطلاب كلهم بالاحتفالات هنا، وبيحتفلوا ساعتها بمها علشان هي تفوقت. وده بيخلي بالو بيكون متضايق اكتر لان المفروض ده مكانه هو. وبنرجع لبالو وهو بيحكي لاصحابه في المطعم وهو سكران ان هو عمل ايه علشان يتغلب على مها في المذاكرة، وكان كل حلمه ان هو يطلع الاول تاني. وبيقول لهم لما كنت بلاقي مها هنا قاعدة بتذاكر كنت بعمل نفسي نايم علشان مها كمان تنام، واول ما بتنام كنت بطلع هنا بالليل وبفضل اذاكر لوحدي، او كنت ساعات بعمل نفسي هنا ان انا رايح الملعب. وبيقعد هنا يذاكر هناك، وكان بيسرق دايما كتب مها وبيخبيها منها.
ودايما كان بيعمل فيها مقالب كتيرة قوي، لدرجة ان الخادم بتاع البيت افتكر ساعتها ان في شبح هنا، لانه كان دايما هنا بيشوفه عامل زي الشبح، لانه كان بيذاكر هنا بالليل في الضلمة. وفي يوم بتصحى معاه هنا بالليل علشان تاكل، لكن ساعتها بتحس ان في حد هنا قاعد بيذاكر، وبتلاقي باله هنا عمال يذاكر، وبتعرف ساعتها ان هو بيخدعها وان هو كان بيعمل كده علشان هي ما تذاكرش، وبتقرر ساعتها ان هي تعمل زيه بمساعدة الاطفال، وبتنافسوا ساعتها مين اللي هيطلع الاول. وكانت معاه هنا بتصحى بالليل تذاكر زي بالو بالظبط، بعد ما بالو هنا بيدخل ينام او تروح معاه هنا الكراكت، وبتقعد تذاكر هنا في الحصة. وبيجي يوم الامتحان وبيبداوا هنا الامتحانات مع بعض، وبيتخانقوا ساعتها على الورق علشان يكتبوا هنا المسودات. وبيجي اليوم اللي كانت بتظهر فيه النتيجة، وبيطلع بالو هنا مع مها وبيركبوا الموتوسيكل، وبيلاقي بالو هنا مها اخذت بركات الجدة بتاعت مها علشان تنجح، فبيقرر بالو هو كمان ياخد البركات بتاعت الجدة. وبتفرح الجدة قوي ان حفيدها اخد بركاتها لان عمره ما عمل كده. وبعد ما بياخد بركاتها هنا بيروح تاني يركب الموتوسيكل هو ومها علشان يروح على الجامعة. بس ابو مها هنا بيجي البيت بتاع اخوه، وبيكون جايب عريس هنا لمها، وبيبقى بالو هنا فرحان قوي ان مها اخيرا هتتجوز وهتمشي من البيت خالص، وكمان هتسيب الجامعة. وبيقعد بالو هنا يوسوس ساعتها لعمه ان هي ما تكملش هنا علامها وما تعملش زي جدتها مها وتسيب جوزها علشان العلام. فبتتعصب جدا الجدة بتاعت مها وبتقوله مالكش دعوة انت، وبتتعصب ساعتها على بالو وبتقول له ام بالو ربي ابنك. وبتسعى للجدة قوي من بالو وبتعرفه ان هي ربت عيالها بدون دعم من اي حد علشان يوصلوا لمراكز كبيرة قوي. وبيستأذن ابو مها هنا وبيمشي، وبيعرف مها ان العريس المتقدم لها هيجي يوم الاثنين هنا الجامعة بتاعتها ومعاه صورتك علشان يقدر هنا يتعرف عليكي. وبتكون مها هنا زعلانة قوي ان هي عايزينها تتجوز، لكن بالو هنا بيكون فرحان فيها قوي. وبيروح بالو هنا الجامعة، وبيجي صاحبهم هنا اللي بيعرفهم نتيجة الامتحان، وبيقول لهم ان صاحبهم اجيد هو اللي طلع الاول على الدفعة وبالو المركز التاني، اما مها بقى طلعت المركز التالت. وبتتضايق مها جدا، وكمان بالو هنا بيتضايق. وساعتها بيتفقوا هما الاتنين ان محدش غيرهم يطلع المركز الاول بعد كده. وكمان اتفق معاها ان هو يبوظ الجوازة بتاعت مها، وبتبقى الخطة الاولى ان هما يبوظوا الجوازة بتاعت مها. وبيجي يوم الاثنين وفعلا بيوصل عريس مها هنا للجامعة، وبتكون الطلاب معاه هنا صورة العريس، وبيسأل العريس على مها. بس في ولد في الجامعة هنا بيطلع على مها ان هي بنت مش كويسة وكمان بتشرب سجاير. حتى مدير الجامعة بيأكد للعريس ان مها كانت بنت كويسة، بس حبت شاب هنا اسمه بالو وخلاها تشرب مخدرات وسجاير. فبيهرب ساعتها العريس، وبتروح مها هنا عند عربية العريس وبتطفي السجاير ساعتها. فبيتخض العريس هنا وبيسيب مها وبيمشي، وكده الجوازة بتكون باظت. وبيحتفلوا ساعتها كلهم. والمهمة التانية، اما بقى المهمة التانية فهم كانوا مفروض انهم يشغلوا هنا اجيد علشان ما يذاكرش وانه ما يطلعش بعد كده من الاوائل. وبيكون في مسرحية هنا في الكلية، وبيخلوا مها هي اللي تكون البطلة. وبتعترف مها هنا الاجيد ان هي بتحبه قوي علشان تشغله هنا بيها. وبيفرح بالو ومها قوي ان هم حققوا اهدافهم، وبيخرجوا سوا كمان، وكانوا دايما بيذاكروا مع بعض، وكانوا بيشجعوا بعض هنا ان اي واحد فيهم هو اللي يطلع الاول. وكان بيقرب بالو هنا من مها اكتر، وفعلا بيقعوا هنا في حب بعض، بس محدش منهم هنا بيعترف للتاني. وفي الوقت ده برضو كانت مها برضو هنا بتشغل اجيد، وبتفضل هنا تكلمه علشان هو ما يذاكرش، وبتقعد هي وبالو هنا يذاكروا. وفي يوم بالو هنا ومها كانوا بيذاكروا هنا واللمبة ساعتها بتتحرق، فبالو ساعتها بيشيل مها هنا علشان تغير له هنا اللمبة، وبيقربوا من بعض. والاهل ساعتها بيدخلوا عليهم هنا، فعمل بالو هنا ومها ان هم هبل ومشيوا هنا علشان يذاكروا. بس الجدة بتاعت مها هنا فهمت واتصلت ساعتها على ابو مها علشان تعرض جواز مها هنا على بالو. وبيجي اخر يوم امتحان، وبيروحوا ساعتها هنا بيمتحنوا، وبيجي يوم هنا اعلان النتيجة، وبيطلع بالو هنا هو المركز الاول واجيت هو المركز التاني بفرق 2% بس. لكن مها بقى بتطلع برضو المركز التالت. وساعتها بالو هنا بيعمل احتفال كبير قوي، وبيعزم اصحابه هنا ببيته علشان هو اللي طلع المركز الاول. واصحابه هنا بالو بيستغربوا قوي لانه اول مره يعمل كده، فبيعرفهم بالو. لكن بالو ساعتها بيقول لهم هتعرفوا ليه انا عملت حفله. وبينادي بالو هنا على مها، وكان خلاص هيعترف هنا لمها انه بيحبها، بس كانت مها هنا بتكلم اجيد علشان كانت لسه هنا بتمثل عليه ان هي بتحبه. ولما قفلت قالت لبالو ان اجيد عظيم قوي وانه ناقص عنه 2% بس، بالرغم
ان احنا كنا على طول بنشغله، يعني لو احنا مكناش عملنا كده كان زمانه طلع الاول. فبالو ساعتها بيقول لها تقصدي ايه؟ تقصدي ان احنا السبب اللي خلناه بقى المركز التاني، ولو ما كناش عملنا كده فيه وخليكي انت تشغليه كان زمانه بقى المركز الاول؟ فبتقول له ايوه احنا السبب. فبيتعصب ساعتها قوي وبيقول لها انت كمان ازعجتيني. وخرج بالو هنا وقال لاصحابه انهم يلغوا الحفله وبيخلي الكل هنا يمشي. وساعتها بيتخانق هنا بالو مع مها وبيكرشها بره البيت خالص، وقعد يعايرها هنا وبيقول لها ان ابوها هو اللي جابها من الريف وان هو اللي اكلها وكساها، وكل ده علشان مها بس قالت ان اجيت هو افضل منه. وبتنهار ساعتها مها هنا من كلام بالو وبيدخل ابوها هنا في الوقت ده وبياخد بنته هنا. وقبل ما بتمشي مها بتقول لبالو ان في يوم من الايام هيجي لها ويكون راكع علشان هيحتاجها هنا علشان ينفذ الشركه بتاعته. وبيطلب بالو هنا منها الباسورد بتاع الكمبيوتر وبتبقى اسم بالو ودلعه بافا. وبيعدي 3 سنين هنا وبيكون ده فرح مها. وبيجي الاطفال هنا بعد ما كبروا وبتحكي لهم مها ان بعد الخناق مع بالو ما تكلموش هنا بقالهم 3 سنين. وفي يوم جالها مكالمه ان جدتها جات لها هنا ازمه، فبتروح مها هنا على المستشفى وبيقابلها ساعتها عمها. وساعتها ابو بالو هنا بيكون زعلان قوي من مها ان هي قالت هتدفع له كل الفلوس اللي هو صرفها عليها وكمان بالفايده. وبتعيط مها هنا لعمها وبيسامحها ساعتها عمها. ومها وبالو هنا بيتقابلوا مع بعض وبيروحوا هنا يشربوا قهوه. وبيتكلم بالو هنا الاول وبيسال مها انت وصلت لايه في شغلك، وبتعرفوا مها ان هي شغاله دلوقتي في شركه وبتقبض كمان 100,000 روبيه. وبيهزروا مع بعض. لكن بالو هنا الخضار ده بيقلب مره واحده هنا على مها وبيقول لها وانا عندي شركه بقى وانت قلتي لي ان مرتبك 100,000 روبيه، انا اقل مرتب للموظف عندي 200,000 روبيه، لو مش لاقيه شغلانه تعالي وانا اوظفك عندي واعرفي ان دايما هيبقى ليكي مكانه هنا في شركتي خاصه. فبتتضايق مها قوي وبتقول لبالو كنت مفكراك عقل لكن طلعت ان انا شكلي كده غلطانه. وبيجي عم بالو هنا اللي كان من امريكا وبيكون اسمه مارك وبيستقبله هنا ابو بالو. وجي مارك هنا علشان يزور الجده وبتكون الجده هنا زعلانه قوي من مارك لانه ما كانش بيسال عليها خالص، وهي اللي كانت دايما بتصرف عليه هنا، وهي كمان السبب في ان هي تسافروا على امريكا. وبتطلب الجده هنا منه اخر طلب ان مها وبالو لازم يتجوزوا. وساعتها بيطلع العم مارك هنا وبيقول للعيله الخبر اللي هي قالته له الجده. فبيعترض هنا بالو وبيقول ان هو عنده حبيبه. فبتيجي حبيبه بالو هنا وبتكون اسمها سوبا وبتتعرف على عيالها في البيت. وبتكون مها هنا غيرانه قوي وبتتصل هنا مها على اجيت وبتاخد بالو هنا وعمها معاه علشان يستقبلوا اجيت هنا من المطار. بس بالو هنا بيكون مش عارف مين اللي هيستقبله وبيفكروا ان ده مجرد صديق بس لمها. لكن بيتصدم بالو هنا لما بيعرف ان صديق مها هو اجيت. وبينزل اجيت هنا الهند علشان يتجوز مها لان طول ال3 سنين كان اجيت دايما بيعرض على مها هنا الجواز، لكن اخيرا بتوافق هنا مها لما لقيت بالو هنا ارتبط. وفي الطريق بيكون بالو هنا متغاظ قوي لان اجيت برضو عنده شركه والربح بتاعها اكبر من ربح شركه بالو ب3 مرات. وكان بالو هنا ساعتها يعمل حادثه لما مها قالت جمله لما قالت ان اجيت عظيم جدا. وبينزل بالو هنا من العربيه وبيتخانق ساعتها مع سواق الموتوسيكل مع انه هو اصلا ما خبطوش. وبيعمل بالو هنا مكالمه لشريكه في الشركه وبيقول بالو لشريكه يوافق على الصفقه اللي جايه. وبتكون دي مخاطره قوي لشركه بالو لان بالو عايز يخلي ارباح شركته تعدي ارباح شركه اجيت من غير اي تفكير. وبتيجي هنا خطوبه بالو وسوبا وكمان خطوبه مها على اجيت. وبيكون باين ان بالو ومها مش مبسوطين خالص بس مستمرين هنا في العناد كانهم هما الاتنين بيعاندوا بعض. وفي يوم هنا بتحكي الجده مع مها ازاي وقعت هنا في حب جدها وان كان شخص كويس قوي بس كان من قريه تانية وهي كانت من عيله غنيه قوي، لكن سابت اسرتها هنا وراحت اتجوزته في القريه الصغيره دي وكان مستواه على قد حاله خالص. وبعد ما خلفت هنا عرضت على جوزها ان هي تروح تعيش في المدينه، لكن جوزها ساعتها رفض ان هو يسيب القريه وزعلت منه قوي ان هي ضحت زمان علشانه ودلوقتي هو مش عايز يضحي. وساعتها الجده هنا قررت ان هي تاخد اولادها هنا وتسافر. وفعلا سافرت وراحت على المدينه وكبرت عيالها هناك. وطلبت الجده هنا منهم انهم ياخدوا دعوه الفرح دي لجدهم ويعزموه على فرحهم ويخلوه يحضر. وبتسافر مها هنا وبالو في عربيه عمهم مارك. وبيقول مارك هنا لبالو ومها انهم ياخدوا بالهم قوي من العربيه علشان لو حصل حاجه للعربيه ممكن يجيله هنا سكته قلبيه. وبيقول لهم ساعتها يا ريت تتعاملوا مع بعض كانكم
لكم ما تعرفوش بعض علشان ما تعملوش حادثة بالعربية. وكانوا ساكتين هنا طول الطريق، لكن ساعتها بيجي هنا في الطريق ده وبيتخانقوا مع بعض هنا على الأغاني بتاعة الراديو، لأن كل واحد عايز أغنية شكل. فبيكسر بالو هنا الراديو وبيرميه، وبيقعد يرتاح بالو هنا ومها على الطريق شوية، وبيدخلوا القهوة دي، وبتيجي عربية هنا وبتدخل ساعتها في عربية مارك، وبيطلع منها بلطجية، وبتروح مها هنا وبتتخانق معاهم، بس بيكونوا بلطجية وبتعدوا ساعتها على مها. لكن بالو هنا بيجي وبيتخانق مع العصابة دي. لكن في الطريق هنا بيتصل ساعتها بالو هنا بعمه مارك، وبيقول له بقول لك ايه، انا هقول لك خبر، بس قبل ما اقوله لك اطلع بسرعة على المستشفى. وفعلا بيطلع بسرعة على المستشفى، وبيقعد هنا على السرير زي ما قال له بالظبط. وبيقول بالو ساعتها لمارك نادي بقى على الدكاترة الاول. فبينادي فعلا على الدكاترة، وبيخلي بالو هنا عمه يفتح السبيكر، وبيعرف بالو الدكاترة ان عمه دلوقتي حان هيجيله سكتة قلبية بعد ما يعرف الخبر ده. وبيقول ساعتها ان عربيتك عملت حادثة. وفعلا لما مارك هنا بيعرف ده ان عربيته عملت حادثة، ساعتها بيدخل هنا في غيبوبة، والدكاترة ساعتها بيحاولوا هنا انهم يسعفوه. وبيوصلوا معه بالو هنا لجدهم في القرية، وبيكون جدهم هنا متفاجئ ان دول احفاده، بس بيزعل منهم قوي، وبيسيبهم هنا وبيدخل البيت وبيقفل عليه. وبالو ومها هنا بيقولوا لجدهم ان هم جايين علشان يدعوه هنا لفرحهم، وان بالو ومها يتجوزوا. وبيضطروا ساعتها يقولوا ان العريسين بالو ومها هما اللي هيتجوزوا. وبيفرح جدهم قوي، وبيخرج ساعتها من البيت، وبيعمل جدهم هنا مهرجان كبير قوي، وبيحتفل ساعتها ان احفاده الاتنين هيتجوزوا بعض. والاحتفال بعد كده بيخلص، وبيعرف الجد ان جدة مها هنا تعبت وهي في عيد ميلادها، وبيعمل لها الجد هنا فيديو انه مش هيقدر يجي علشان يشوفها، وكفايه عليه قوي الذكريات اللي حلوه اللي كانت بينهم. وبتزعل الجد قوي لما بتشوف الفيديو ده وان الجد مش هيحضر. وبتيجي مكالمه هنا لبالو، وبيتعصب بالو قوي وبيزعل. وبتكون مها هنا واقفه مع اجيت، وبتعرف مها هنا من عمها ابو بالو ان شركه بالو هتفلس، وشريكه اللي كان في الشركه هنا خدعه وباع شغله هنا لشركه تانية وهرب. وبيرجع بالو هنا للشركه بتاعته، وبيلاقي الموظفين هنا بمكاتبهم في وقت متاخر قوي. وبيعرف من الموظفين ان مدير البرامج الجديد بقى مها بدل شريكه. لكن ساعتها بيتعصب بالو هنا على مها، ودخل اوضه الاجتماعات هنا وطردها بره الشركه، وقال لها ان هو مش محتاج خالص مساعدتها. وبعد ما بتطلع مها هنا من الاوضه بتاعه الاجتماعات، اتصلت هنا على بالو وقالت له ساعتها انت كنت عرضت عليا مكان في شركتك في اي وقت ان انت هتوظفني. وبترجع مها ساعتها وبتدخل الاوضه بتاعه الاجتماعات، وبيعرفها بالو هنا بالموظفين ان هي تكون مديره البرامج. وبيكون مفيش هنا فرصه خالص للشركه غير هم 15 يوم بس علشان يقدروا هنا يعملوا تطبيقات جديده بدل اللي اتسرقت منهم. وساعتها مها هنا بتشتغل بكل طاقتها في الشغل، وكمان بيستعدوا هنا لجوازهم. وبيعدي 15 يوم، وبيجي وقت هنا تسليم التطبيقات، وبيجي ايميل هنا من الشركه ان التطبيقات دي اتوافق عليها. وبيفرح جدا بالو، والشركه كلها بتحتفل هنا. وبيقول بالو هنا قدام الشركه ان هي دي مها. وساعتها بيقول لها مع اني انا خسرت بس سعيد قوي بخسارتي. وكانت مها مفكره ان بالو ساعتها يعترف بحبه هنا قدام الموظفين، بس اتفاجئت هنا من كلامه. وبنرجع لمها تاني وهي بتحكي للاطفال ان هي ما كانتش عايزه هنا تفوز على بالو خالص، وان هي كانت بتذاكر بس علشان يحبها، بس اتفاجئت ان هو بيحب بنت اسمها سوبا. وبتكمل مها هنا ان هي سابت الحفله وخرجت، وخرج بالو هنا وراه لانه كان سكران ساعتها. واعترف بالو هنا بحبه ليها، وانه كان عايز هنا يطلع الاول دايما علشان تفضل هنا معجبه بيه وتشوفه دايما ان هو حاجه كبيره. وان هو ما صدق هنا ان هي رجعت من 3 سنين، واتمنى ساعتها ان جدته كانت تعبت من زمان علشان يجي ويشوفها. ولما قال ساعتها ان هو بيحب سوبا، فقال كده علشان كان خايف هنا اللي هي ترفضه. وسوبا دي بتكون السكرتيره بتاعته، وان هو برضه خاطر بشركته علشان يتغلب على شركه اجيت. وبتتصدم معاها ساعتها ان هو اعترف هنا، وبتحضن ساعتها بالو، وبتعترف له هي كمان ان هي بتحبه قوي. لكن بالو بيفكرها هنا بتشفق عليه وبتواسيه، وبيسيبها ساعتها وبيمشي. وبيدخل جد بالو هنا على بالو وهو في المطعم وكان سكران، وبيضربه هنا لان عرف من دعوه الفرح ان مها وبالو مش هيتجوزوا بعض. وكمان سمع الحكايه من بالو، وبياخد الجد بالو هنا للفرح، وبيخلي بالو ومها يواجهوا بعض هنا. واعترفت مها ساعتها بحبها لبالو، وبيزعل اجيد قوي لما بيسمع كده، وبيسيب الفرح لانه انجرح. وبالو ومها فعلا بيتجوزوا، والعيله كلها بتفرح. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وتلخيصي ما تنسوش اللايك. لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.